غابة ميتشيمون بباريس. فكرت مرة تدخل غابة ميتشيمون، بس هي مش مجرد غابة، دي أكبر متنزه مفتوح في باريس. يا صباح الفل، يا صباح الجمال. تقرير جديد من عاصمة النور باريس. احنا موجودين في بارك دلوقتي مميز جدا وقديم جدا، ان شاء الله هنشوف تفاصيل مميزة جدا اعتقد انها هتكون فريدة من نوعها. صباح الفل. كلها مساحتها أكتر من 35 فدان من الزراعات الخضراء والأنهار والبحيرات والهضاب، وأماكن استراحة وأماكن للعب الأطفال وغيرها للحفلات، وسهول طبيعية موجود فيها، مناظرها تاخد العقل. الناس هنا من كل مكان في باريس بيجوا من كل أنحاء باريس عشان خاطر يستمتعوا ويقضوا يوم كامل في حضن الطبيعة. وفيها كمان كل يوم تلاقي الناس بتلعب رياضة أو رحلات مدرسية أو ناس جاية بتلعب مع حيواناتها الأليفة، وكمان مع رعاية عالية جدا من شركات متخصصة للرعاية بالزرع والأشجار، وشركات للنظافة، وطبعا شركات للأمن، لأن المساحة كبيرة جدا وبيخافوا حد يتوه فيها. وكل ده مجانا للجمهور بدون أي تيكت أو رسوم من أي نوع. يلا بينا نتجول في غابات ومتنزه ميتشيمون الشهير في باريس. النهارده احنا فين؟ النهارده احنا بنعمل انترو جديد وتقرير جديد عن بارك تاريخي وقديم قوي واثري موجود هنا في باريس. البارك دوت ليه حدوته وليه قصه مميزه جدا، هنشوف التقرير بتاعها. هو فكرته قايمه على موضوع التكافل الاجتماعي. طبعا هو ليه حدوته كبيره، وهو موجود يعتبر في قلب باريس. ان شاء الله نوعدكم هنشوف تقرير مميزه جدا عن باريس عاصمه النور، والبارك تحديدا اللي احنا واقفين فيه دوت ليه قصه مميزه جدا. عشان كده ان شاء الله اجتهدنا ان احنا نزورها ونعرف الحدوته بتاعتها، وهنعرفها من حد من اهل المكان. اشوفكم ان شاء الله بكل خير، وصباحكم زي الفل من باريس عاصمه النور. احنا في البارك يعني بنعمل الجوله بتاعتنا، فلقينا الناس الجميله اللي دماغها زي الفل ديت. وهم ايجيبت. يو لايك ايجيبت؟ I love Egypt. Oh, I want to go to You Egypt. take, take the photo. I want to go to Egypt. ايجيبت. I love Mohamed Salah. مو صلاح. العالمي محمد صلاح مشرفنا في اي حته بصراحه. Nice to meet باي. نايس تو ميت يو.
عليكم. معكم عاطف عزيز من مدينة باريس. تحياتي وسلامي للجميع، وحنفرجكم وحساريكم في مدينة باريس وفي العزبة تبعي 35 فدان. وفي نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك، واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. التلفريك الزجاجي. فكرة التلفريك الزجاجي في باريس جميلة جدا وتجربة لذيذة قوي. هو بياخدك من تحت يتطلع بيك لغاية باريس القديمة، منطقة الكنيسة المعلقة، وانت طالع وسط الأشجار وهو كله إزاز في إزاز، فشايف كل حاجة حواليك. بس عشان تركبه لازم تيكت خاص بيه، تقريبا تمن تيكت المترو، يعني حوالي €1.50، وهو تجربة فعلا حلوة وتستحق ان احنا نجربها. صباح الفل. احنا ركبنا التلفريك اللي هو الزجاجي بيوصل من منطقة لمنطقة كده. تعالوا نشوف يلا. في نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك، واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. مع خالص تحياتي وأشوفكم بكل خير.
الحي الصيني. الصين ما سابتش مكان وما عملتش فيه استثمار ولا سابت حاجة ما صنعتهاش. هنا تدخل الحي الصيني في باريس أكنك نقلت للصين. محلات أكل صيني، ملابس من كل نوع، كافيهات صيني، كل الاحتياجات الصينية موجودة هنا. الملابس من كل الأنواع ومن كل الأشكال، وطبعا في مطاعم للأكل الحلال للعرب والمسلمين، وكمان الأجانب بيحبوا يدخلوا ياكلوا منه في الأكل الحلال. الصين فعلا عالم كبير، والحي الصيني في باريس جزء مصغر من العالم دوت. لما تروح باريس ما يفوتكش انك تزور الحي الصيني. وفي نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك. واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. مع خالص تحياتي وأشوفكم بكل خير. يا صباح الفل، هنعمل تقارير جامده جدا من الريف الهولندي. تعالوا نشوف ايه حكايه الريف الهولندي وليه هو اكتر ريف مميز في كل قاره اوروبا. احنا دلوقتي في مدينه تراثيه قديمه جدا عندهم وكلها شغاله بشكل قديم. يلا بينا نشوف ايه حكايه الريف الهولندي في اوروبا. يلا بينا. الريف الهولندي. الريف الهولندي أجمل ريف في قارة أوروبا كلها ممكن تشوفه. قنوات المية والبيوت الملونة بألوان جميلة، والزرع واللون الأخضر في كل مكان. وفي حديقة البيت تلاقي قاعدة حلوة بكراسي قدام البيت مباشرة، والطواحين الهولندية الشهيرة في كل مكان حواليك. والجميل إن الريف اتحول لمزار سياحي كبير ومفتوح لكل الزائرين، وتلاقي أماكن مخصصة للماشية والخرفان والمعيز. هنا بتاكل كله طبيعي، ومن المرعى مباشرة للماشية يجروا يلعبوا براحتهم. وطبعا الدواجن زي الفراخ والبط الهولندي الشهير هتلاقيهم حواليك في كل مكان. الريف الهولندي كان زمان هو سلة الغذاء لأوروبا كلها، والطواحين بتاعته كانت مسؤولة عن طحن الغلال وتجهيزها لتصديرها لأغلب دول أوروبا عن طريق البحر. الريف الهولندي زيارته فعلا متعة، ومتعة كبيرة جدا، وتجربة مميزة أنصح بيها لكل زوار هولندا. وفي مكاتب سياحة في وسط البلد بتنظم رحلات يوم كامل للريف الهولندي. البط اللي موجود في هولندا هو طبعا شغال مع نفسه كده في منتهى الاريحيه، مفيش مشكله. ده لو عندنا احنا موجود كان زمانه كله جاب رقبته على طول. صباح الفل.
ما شاء الله حاجه ديك كده يعني حجم ما شاء الله عليه يعني. واضح ان هم بيغذوه من ادي يا جماعه الريف الهولندي، وادي الفراخ بتاعت الريف الهولندي اهي اهو، فراخ الريف الهولندي اهي يا جماعه، يعني ما شاء الله يعني. محدش يقدر ينكر إن باريس بلد الموضة والأشهر في العالم. الملابس والموضة بتطلع من باريس وبتتصدر للعالم كله. بس في حاجة مهمة، أهم الماركات اللي في العالم عارفين إن هي موجودة في باريس، بس تعرف إنك ممكن تشتري منها هدوم وأحذية وأشهر الماركات وبأرخص الأسعار وبسعر أقل حتى من اللي موجود في مصر أو في بلدك العربي عموما. إزاي؟ السر في التجمع بتاع المولات الأوتلت اللي موجود هناك بعيد وعلى أطراف باريس. هتلاقي تجمع الأوتلت المشهور. يا صباح الفل، الفكرة دي عجباني جدا. اللي ورايا دوت مجسم البغبغان، بس هو مش كامل، هو قطع يعني، الراس في حتة والجناح في حتة والرجل في حتة، لكن اللي يشوفه يحس ان هو كامل. ده عاملينه في المول يعني في باريس كده. دخلت مول بعمل كده بشوف الدنيا اخبارها ايه، فبصراحة لقيتها حاجة يعني فكرة ظريفة جميلة يعني. صباح الفل. مكان موجود فيه كل الماركات اللي موجودة في السوق أو موجودة في قلب باريس، بس الأوتلت بتاعها يعني الموديلات اللي فيها مقاسات معينة بيبعتوها على الفرع بتاعهم الأوتلت، وعادة بيكون على أطراف باريس، يعني محتاج تمشيله وتركبله مسافة طويلة عشان توصله. وفعلا أفضل وقت ممكن تشتري فيه هو في شهر يناير، عشان طبعا التخفيضات والأوكازيون ساعتها بيكون نسبته كبيرة جدا وحقيقية. تقدر تقول كده في انتحار في الأسعار. تخيلوا ماركات أحذية مثلا مشهورة جدا بتوصل تمنها ل5 و6,000 جنيه، من هناك مش بعيد جدا تجيبها ب1000 جنيه أو 1500 جنيه أو 2000 جنيه أو 800 جنيه على حسب الموديل وعلى حسب نسبة التخفيض. أو جاكيت مثلا تمنه 8000 جنيه. أيوة، الأرقام دي موجودة هناك، هنا موجودة سعرها في مصر. ممكن تاخدوا انت الجاكيت أبو 8000 جنيه ب1800 جنيه. وطبعا في تفاوت كبير من ماركة لماركة، بس الإجمالي فعلا هو ده يعتبر اكتشاف، لأن هو مكانه لازم تركب له شوية حلوين في القطر وتطلع خارج باريس. فكر وانت بتشتري أي ماركة تبص الأول على السعر، واللي حابب إن هو يروح فرنسا وعايز يعمل شوبينج هتفرق معاه كتير جدا في الفلوس. بس نقي وقت صح واشتري صح، هتوفر صح. Audio Jungle. كل صباح الجمال. النهارده احنا وصلنا مكان جديد في باريس، اكبر تجمع للماركات العالميه، وبتتباع بسعر معقول جدا، لانها في منطقه بعيده قوي، مش في قلب باريس، هي خارج تقريبا على حدود باريس. هنشوف تفاصيل كتيره جدا في اسعار الماركات والملابس والاكسسوارات، بس بشكل مميز جدا ومختلف عن اي مكان تاني في باريس ممكن تجيب منه احتياجاتك الخاصه. تابعوني وان شاء الله تقرير مميز. صباح الفل، يلا بينا. يلا بينا نخش نشوف اكبر مول تجاري وتجمع تجاري في فرنسا تعتقد كلها. هو في باريس هنا اهوت، وادي اهو
تعالوا نشوف بقى ايه اللي موجود جوه من محلات وشوبينج وملابس واكسسوارات، كلها باسعار منافسه. يلا بينا. يا صباح الفل، يا صباح الجمال. النهارده احنا في تجمع كبير جدا وسنتر كبير جدا للملابس، بس بتتباع. احنا هنا في باريس في فرنسا. ديت مكان هاي هاي مكان مكان لبيع الملابس بسعر مخفض جدا. بيعملوه هنا هوت، بس هو خارج حدود باريس. مكان كبير جدا جدا، هنشوفه دلوقتي وهنشوف تفاصيله ايه، ويعني يا رب نلاقي حاجات كويسه. يلا بينا. صباح الفل. وفي نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك. واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. مع خالص تحياتي وأشوفكم بكل خير. Audio Jungle. يا مساء الخير، يا مساء الفل. هولندا فيها حاجات بالليل ما نعرفش نشوفها بالنهار، وحاجات بالنهار ما نعرفش نشوفها بالليل. هنعمل تقارير مميزه جدا في هولندا في امستردام، وهنشوف الحياه الليليه شكلها عامله ازاي والصخب شكله عامل ازاي في اكتر مدينه معروف عنها ان هي بتسهر بالليل، عكس جميع مدن اوروبا اللي هي متعوده ان هي تنام بدري جدا من بالليل. يلا بينا ونشوف هولندا بالليل اخبارها ايه. Audio Jungle. هولندا بالليل. هولندا بالليل مختلفة جدا عن النهار، وتحديدا مدينة أمستردام. حياة تانية خالص. أولا أجزاء كتير منها بتسهر، والمحلات بتفضل منورة حتى لو مقفولة، والمواصلات بتشتغل فيها الوقت متأخر، وكمان قنوات المية اللي موجودة فيها وبنسبة كبيرة بتعمل رحلات ليلية شبيهة كده عندنا بالأتوبيس النهري أو بزورق صغير الناس تركبه وتتفسح فيه بالليل في قلب المية. وطبعا البط المشهورة بيه هولندا هتلاقيه عايم كده بالليل في المية وبشكل ملحوظ، ومحدش يقدر يلمسه بأي أذى، لأن الغرامة بتكون كبيرة جدا حتى توصل للحبس. وطبعا بخلاف المنطقة الحمراء الشهيرة اللي مش بتشتغل أصلا غير بالليل، والمخصصة للسهرات الحمراء وصالات الديسكوتيك والشوهات المشهورة بيها هولندا. وانتوا فاهميني طبعا. أمستردام بالليل فعلا صاخبة، محلات أكل فاتحة، قهاوي، كافيهات، وده اللي بيميزها عن أي مدينة أوروبية تانية، وهي بتنفرد في الأمور دي بصراحة. وانت في أمستردام بالليل أكيد مش هيصيبك أي ملل، وهتعرف تستمتع بوقتك جدا حتى لو بعد منتصف الليل. يا مساء الفل، يا مساء الخير. احنا دلوقتي في دام سكوير. ده ميدان مشهور جدا في امستردام، واللي ورايا دوت احد القصور الملكيه، والناحيه التانيه دي
يعني مسله او حاجه مشهوره كده عندهم يعني. تمام. وهنا متحف تسو المشهور طبعا بتاع تماثيل الشمع. ولفت نظري حاجه ظريفه جدا عاملينها بصراحه، عجبتني قوي يعني. بصوا يا جماعه هنا شايفين ده المفروض كرسي او حاجه عشان الناس تقعد عليه يعني، تستريح في المشي وكده. اللي احنا شايفينه دي مجسمات لمعالم الميدان، يعني كل مجسم منهم اهو، كل مجسم منهم مكتوب تحتيه اسمه والشكل بتاعه. وهنا برضو نفس الموضوع اهو. وهنا في فندق مشهور عندهم في الميدان برضو اهو. وادي مبنى تاني اهو. وادي القصر الملكي اللي احنا شفناه، وادي المسله اللي احنا شفناها، بس هو مكتوب بلغه يعني هولنديه او المانيه اعتقد يعني. يعني دي كانت حاجه كده ظريفه بصراحه، لاحظت ان هي موجوده، وفكره حلوه يعني، فكره حلوه. وامستردام دي بالليل في الوقت المتاخر دي اعتقد هي اكتر مكان في اللي احنا واقفين فيه دوت، هو في حياه شويه، في حركه شويه، في ترافيك شويه. ده طبعا مش الطبيعي ومش موجود في بقيه المدينه يعني، لان بالليل بيبقى كل نايم يعني، في التوقيت ده بيبقى كل خلاص قفل وكل نام. بس امستردام لا، بتسهر شويه بالليل. يلا اشوفكم كل خير. النهارده احنا في هولندا في امستردام، بس بالليل. في حاجات بالليل في امستردام ما ينفعش تشوفها اصلا بالنهار، في حاجات بالنهار ما ينفعش تشوفها بالليل. فتعالوا نشوف ايه اللي موجود بالليل وما ينفعش نشوفه بالنهار. ان شاء الله هتبقى في تقارير قريبه كويسه ممتازه او مميزه جدا عن امستردام بس في الليل بتاعها. مساء الفل، يلا بينا. يا جماعه هنا مكان ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني ليهم لونه احمر، كراسينا حمراء، والعلامه بتاعتهم تحت اهي، حاجات مخصصه ليهم يعني. اللي احنا شايفينه دوت الترام اللي فوق الارض، مش اندر جراوند يعني. وهنا في استعلامات جوه الترام، واحد بيبقى قاعد في مكتب كده ومقفول عليه، وعشان يخدم اي حد عايز اي سؤال اي حاجه يعني. ده الترام بتاع هولندا اللي هو فوق الارض. هي شركات كتيره قوي. وادي التسعيره بتاعته اهي اهو، 1 اور 3 يورو 20 سنت
ايفنت ده لمده ساعه، لو عايز تستخدمه لمده ساعه 24 ساعه 8 يورو و50 سنت. وادي الشبكه الخطوط بتاعته كلها اهي. طبعا يعني المفضل ان هو ادي من جوه اهو، ان انا بجيب اللي هو زي اشتراك كده المترو او معاك تيكت لمده يوم او 2 أو 3. انا حجزت تيكت لمده 3 ايام، ولما يخلصوا يعني هعمل تجديد تاني للمده المتبقيه ليا. زي ما احنا شايفين الناس كلها بتدخل من المكن بشكل سهل جدا، وده موجود من الناحيه اللي راكب منها ومن الناحيه اللي خارج منها. تعالوا دلوقتي نخرج اهو، حط التيكت كده، خرج فتح، ونخرج كده بنشوف بقى يعني المحطه بصراحه يعني هي كبيره جدا. طبعا هنحاول ان احنا نلمها كلها، وتفاصيلها كتيره جدا، وفيها كل حاجه يعني حد يحتاجها. دي السلالم دي اللي بتطلع على الارصفه تانية، سواء ممكن تاخد قطر او يوديك في منطقه تانية. تمام. انا كنت هطلع الميدان من حته تانية، بس انا حبيت ان انا اطلع من هنا عشان نشوف التفاصيل والناس والموضوع ماشي ازاي يعني. تمام. الناس في هولندا عمليين جدا يعني اهو. ادي بص، كل المحطه كلها سلالم تطلعك، ومكان يطلعك على مكان تاني، والمكان لمكان، وهكذا يعني. دي سلالم تطلعك على فوق خالص لو انت حبيت. مطاعم بيتزا، ومطاعم اكثرها مطاعم فاست فود. اوكي اهو. ادي اليوفط ديت بتحدد يعني كل واحد اتجاهه فين، وفاضل له في الوقت قد ايه بالظبط. تمام. ده هيطلعنا على مكان تاني، بس احنا مش عايزين نطلع منه يعني. خلينا نشوف. انا الاي دي اللي معايا او التيكت اللي معايا طلعني من اي مكان، يعني من اي مكان. وبرضو تطلع مش الترام بس، مش القطر بس، اي مواصله، قطر، باص، ترام، اي مواصله. التيكت بيتقطع لمده يوم او 2 أو 3 وتتعامل بيه في كل المواصلات. بصراحه يعني حاجه تحفه بجد فعلا يعني. بتوفر وقت كبير جدا، وبتوفر هيدك يعني. خلاص معاك تيكت معاك تروح بيه اي مكان يعني. هي دي فكرته. هي اصلا دي فكرته يعني. طيب احنا نطلع بقى يعني. شوف احنا دخلنا اهو، دي سلالم قطر. يلا بص اهو مثلا كده عدد لا محدود من المرات، يعني مش مرتبط بكم مره، ولا مرتبط ب يعني مثلا ايه وحدات، ولا كم محطه، ولا لا. هو مش مرتبط بحاجه غير اليوم بس. لو هتركب في اليوم 1000 مره هو ما عندوش مشكله، اركبها. لو طول اليوم هتفضل رايح جاي في المواصلات العامه ما عندوش اي مشكله، براحتك. تمام. هي دي فكرتهم. الابواب دي اهي اللي بتطلع على عادي جدا ان احنا نشوف حد مشغل مزيكا بيعزف آلة موسيقية معينة والناس تحب تسمعه عادي. اللي عايز يدفع له حاجة اوكي، مش عايز يمشي ايزي جدا يعني. اهو الراجل قاعد ومنسجم اهو وزي الفل يعني.
وفي نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك، واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. وخالص تحياتي واشوفكم بكل خير. يا صباح الخير، يا صباح الفل. النهارده احنا موجودين في اشهر ميدان سياحي موجود في فرنسا، هو ميدان الكونكورد الشهير عالميا، واشهر قطعه موجوده فيه هي المسله الفرعونيه اللي موجوده ورانا ديت، بالنقوش الفرعونيه اللي موجوده فيها والقمه الذهبيه. مش هتحس باكتر مكان ان مصر عظيمه الا هنا، وانت حاسس وانت شايف ان في قطعه اثريه مهمه كل جنسيات العالم بيجوا عشان يتفرجوا عليها. ان هو ميدان الكونكورد فيه تفاصيل كتيره جدا هنشوفها في التقرير اللي جاي ان شاء الله معانا من باريس فرنسا. صباح الفل. ميدان الكونكورد بباريس هو ميدان رئيسي هناك ومهم جدا لأنه بيربط من أكتر منطقة موجودة حيوية في باريس، يعني هو ملتقى لأكتر من منطقة مهمة. مثلا عندك أبواب النصر، ده شارع رئيسي هناك ومهم جدا وبرضه بيوصل للميدان، وفي قلب الميدان تحس بالفخر والعظمة كده وانت شايف المسلة الفرعونية الكبيرة جدا بنقوشها الهيروغليفية والقمة الذهبية بتاعتها، ومحوطينها هناك بسور حديدي كده لون ذهبي جميل موجود على السور. وكل السياح من كل أنحاء العالم بييجوا في المكان ده عشان تحديدا يتصوروا مع المسلة الفرعونية. طبعا اتنقلت من مصر لفرنسا واتحطت في المكان ده، وهم هناك بيهتموا بيها جدا، وهي اللي عاملة للمكان فاليوم وقيمة كبيرة جدا. وفي فنادق كمان قديمة وأثرية حوالين المكان، وكمان جنبه نوافير قديمة جدا وشهيرة جدا هناك. بصراحة شكلها لوحده يعتبر تحفة معمارية. ميدان الكونكورد الرئيسي في باريس ميدان مهم وحيوي، واعتقد اي مصري هيحب يروح باريس لازم يروح يشوف ميدان الكونكورد عشان يشوف فخر وعظمة بلده، وهي موجودة حتة منها أثرية في قلب الميدان. ميدان الكونكورد تعالوا نشوف كل تفاصيله. النهارده هنعمل تقرير جديد من ميدان كونكورد السياحي في فرنسا في باريس. احنا النهارده التقارير بتاعتنا هتكون مميزه جدا، لان في الميدان هو فيه اشهر قطعه واغلى قطعه موجوده، هي المسله الفرعونيه بالنقوش الفرعونيه اللي موجوده عليها، اللي بيجي جنسيات العالم كله تتفرج عليه. ورانا كمان هو نهر السين هيبقى فيه تقرير خاص بيه، هو ان في بواخر سياحيه بتعدي بتتفرج على باريس بس من ضفاف نهر السين على الشمال واليمين. ان شاء الله اوعدكم هكون تقارير مميزه جدا
مع اجمل واغلى قطعه موجوده في ميدان كونكورد السياحي هو قطعه المسله الفرعونيه. وفي نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك، واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. موجود ورانا دوت اقفال وحكاوي وقصص كتيره جدا، الوان واشكال مختلفه على شكل قلوب. كميه اقفال يعني كبيره جدا موجوده اهوت على الجسر دوت. ان شاء الله هنشوف تقرير جميل ومميز لكل الناس اللي حابه انها تشوف وتعرف قصه جسر العشاق او الجسر الحديدي اللي موجود في المانيا، واكبر كميه اقفال محطوطه عليه تقريبا في العالم. صباح الفل، شكرا. كلنا سمعنا عن جسور العشاق اللي موجودة في أوروبا، جسر أو سور حديد وعليه إقفال مكتوب عليها عبارات حب وغرام، لكن في ألمانيا هو الجسر الأساسي للحكاية، وتحديدا في مدينة فرانكفورت هنشوف جسر العشاق أو الجسر الحديدي اللي عليه كمية إقفال ضخمة جدا، إقفال على شكل قلوب وألوان وأحجام مختلفة، ممكن تكون هي أكبر كمية إقفال تشوفها بمكان واحد، وكل قفل وله حكايته، ومن أشهر المزارات السياحية عندهم، وفعلا يستحق الزيارة. Audio Jungle. خير. احنا النهارده دلوقتي في فرانكفورت في جسر عشاق او جسر حديدي. كل اللي احنا شايفينه ورانا دوت مليان اقفال اشكال وانواع والوان، كميه اقفال مش طبيعيه. المانيا خلصت الاقفال بتاعتها على الجسر دهوت، يعني بصراحه حاجه انا مذهول من كميه الاقفال والوان وشكل قلوب، ويعني تفننوا بصراحه في الاقفال. هنعمل تقرير جميل جدا من جسر عشاق في فرانكفورت في المانيا. بصراحه هو يعني انا لو الاقفال دي كلها لو جمعت واتسيحت هتعمل مدينه للعشاق. يعني اشوفكم كل خير، وان شاء الله نتقابل قريب مع جسر عشاق في فرانكفورت في المانيا. اشوفكم بخير.
مساء الفل. احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي في حديقة الحيوان في ألمانيا فرانكفورت، حديقة حيوان طبيعية بتعمل محاكاة للبيئة الطبيعية لكل حيوان موجود عندها، حاجة فوق الخيال. ولعلمكم حديقة الحيوان دي قديمة جدا، تقريبا نفس الفترة بتاعت حديقة الحيوان بتاعتنا في مصر. واتقابلت مع مديرة الحديقة دكتورة كارولين، وكان لينا معاها لقاء هنشوفه بعدين، وهنعمل جولة ممتازة وفوق تخيل أي حد إن شاء الله. أشوفكم بكل خير، تابعوني. عالم الحيوان عالم بيشد الكبار والصغيرين، وكله أسرار. ألمانيا عندها حديقة حيوان عريقة وقديمة جدا، وكمان فيها محاكاة للبيئة الطبيعية لكل حيوان. وأهم قسم عندهم إنسان الغابة اللي قرب ينقرض، ومحافظين عليهم جدا وموفرين ليهم رعاية طبية فائقة، وعاملين احتياطاتهم عشان ظروف كورونا إنهم يحافظوا على الحيوانات. والجميل إن كل الزوار اللي بيجوا عشان يستمتعوا بمشاهدة الحيوانات بيتفرجوا عليهم ويتعاملوا معاهم والمسافات قريبة جدا، طبعا مع كل عوامل الأمان، ومحدش بيضايقهم ولا بيحاول يزعجهم. انفردنا بلقاء مع الدكتورة كارولين مديرة الحديقة اللي بترحب بالزائرين بنفسها، وادتنا كلمة ونبذة عن إنشائها وتاريخها. تعالوا بينا ناخد جولة ونشوف إيه حكاية حديقة الحيوانات اللي موجودة في ألمانيا. Audio Jungle. خير، النهارده احنا في حديقة الحيوان في ألمانيا في فرانكفورت، ومعانا ضيف يعني فوق العادة. معانا دكتور كارولين، هي مديرة الحديقة نهوت، وهتدينا بقى كده انفورميشن، وبعدين هنعمل ان شاء الله ترجمة للموضوع. الحديقة نهوت قديمة جدا، زي تقريبا الحديقة بتاعتنا، يمكن أقدم كمان شوية. وهنحكي بقى ايه القصة وايه الحدوتة بتاعتها، بس تعالوا نتعرف على الدكتورة كارولين الأول. Hi, doctor. Hi, How are you? welcome to Zoo Frankfurt. Thank you. Nice to meet you here in Nice our to meet zoo. you. Please information in the zoo, is my friend in Egypt. Hello, Zoo Frankfurt is a zoo in Germany and it's about 11 hectares. We have many animals, about 450 species. You can see it outside in natural enclosures and also in some animal houses. قربنا منه جدا. إنسان الغابة، حديقة حيوان فرانكفورت في ألمانيا. تقرير مذهل.
بطولة كأس العالم في الكاترينج فود بمعرض سييرا الدولي بمدينة ليون بفرنسا. بطولة التنافس فيها صعب جدا وكبير، لأن الدول المشاركة فيها كلها دول كبيرة ومن أكبر الدول في العالم في القطاع الطهوي. بس بصراحة أكتر حاجة فرحتني في حضور البطولة ديت هي مشاركة دولة غالية قوي عندي، وهي المملكة المغربية. فريق دولة المغرب عمل بصراحة شغل ممتاز، وقدموا إخلاص وتفاني في شغلهم. يا رب دايما بالتوفيق، وتفضل الراية المغربية مرفوعة بكل البطولات والمعارض والمحافل الدولية الكبيرة. وأجمل تحياتي وخالص تحياتي ليهم. المغرب دايما حاضر، دايما المغرب حاضر. مراكو مراكو مراكو. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ مصر ايضا ديما حاضر. اخواتنا في المغرب شرفينا في فرنسا. الخامس الخامس اهو. ادي النتيجه اهي يا جماعه. هناك اول واحد سنغافور، فرنسا، لوكسمبورغ، ايطاليا، المغرب. وادي شغل المغرب، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، عاملين شغل هايل. ربنا يحميهم يا رب ويوفقهم حبايبنا. عالم المحترفين هو ده على مستوى العالم. صباح الفل. الساعة 4 الفجر، 4:30 تقريبا. اتفق الله دلوقتي من باريس لغاية ليل. تابعونا بقى، يلا بينا. تعالوا مترو اهو. لسه مفتحش. Audio Jungle. يلا بينا نشوف رحلتي كانت ازاي من مدينة باريس لغاية مدينة ليون في فرنسا. كنت مع صديقي واخويا الغالي عزيز، عاطف عزيز. اخونا عزيز عمدة الطهاة المغاربة في باريس. احنا دلوقتي في الفجر، نزل معاه عشان خاطر يوصلني ان شاء الله لغاية القطر اللي انا هركب منه على ليون عشان حضور كاس العالم للباستري. يا مسهل يا رب. صباح الفل. وكنت لازم اطلع ليون الصبح بدري عشان اروح بطولة كأس العالم للحلواني اللي بتتعمل هناك في معرض سييرا الدولي، واللي الفريق المصري مشارك فيها. صحينا الفجر ونزلنا والجو لسه ضلمة، لان كنت حاجز تيكت القطر اللي بيتحرك الساعة 8 الصبح. فنزلت بدري قوي، قلت اركب المترو، بس عزيز قال لي المترو دلوقتي هيكون قافل، يلا بينا ناخد تاكس ونطلع على المحطة عشان ما تأخرش. اتصلنا بتاكس اوبر عشان خاطر يجيلنا، لان الوقت خلاص الساعة 5:10 اهيت والقطر هيتحرك، فمنتظرين اهو. تاكسي تبعني شيء. ادي التاكسي وصل اهو.
احنا دلوقتي دخلنا ركبنا التاكسي اهو، وادي معانا الاستاذ الدرايفر يعني. الحمد لله المحطة الرئيسية في باريس اللي هتروح على ليون، عشان نلحق نروح نحضر مع فريق منتخب مصر في بطولة كأس العالم للباستري. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده الساعة لسه 6 إلا تلت، والقطر بتاعنا الساعة 6 وتلت، فإن شاء الله هنستنى شوية. ومعايا في الرحلة ديت أخويا عزيز عاطف. يعني كان املنا الوحيد هو اننا التقى مع اخواني واصدقائي المغاربه يعني في كاس العالم، لكن للاسف الشديد ونتمنى من الله سبحانه وتعالى في السنه المقبله باذن الله. والله لو ما توفقناش هذه السنه ممكن السنه المقبله، وهذا ممكن نقول بانه درس. من املي الوحيد أرى العالم المغربي يرفرف في سماء ليون. على كل حال الحمد لله والشكر لله. أنا يعني غنقول لكم كلمة، أنا أصبحت بحال اليتيم، لأن كان أمل كبير أن حتى التعبير خانني، ولكن الحمد لله على كل حال. نحن نحن مغاربة، والحمد لله والشكر لله في اخواننا المصريين اللي فيهم يعني فريق يعني املنا الوحيد فيهم، لانهم كيف ما كان الله يوفقوا اخواننا وربي يوفقهم. وعندي امل كبير ان الفريق المصري على راسهم الاستاذ والشيف الكبير احمد يعني حنوصلوا المراتب يعني الاولى باذن الله. ومن المحتمل واطلب من ربنا سبحانه وتعالى يبقى عربي. صباح الخير اخوان. صباح الفل. النهارده احنا وصلنا دلوقتي المحطة الرئيسية في باريس اللي منتجها لليون، عشان نحضر كاس العالم للباستري ان شاء الله اللي في معرض سيارة، ودوت بيقام مره واحده كل سنتين. النهارده طبعا يعني كان كل املنا ان احنا نقابل الاشقاء والاخوه اللي دايما بنقابلهم، الاخوه المغاربه، فريق المنتخب المغربي، لكن قدر الله ما شاء فعل، واقدار ربنا سبحانه وتعالى دايما تاتي بالخير. يعني حتى حكمته احنا ما نقدرش نستوعبها يعني، بس دايما تاتي بالخير. الفريق المغربي اجتهد جدا وعمل شغل جامد جدا، وبصراحه انا كنت متاكد في حضورهم كانوا هيمثلوا مش المغرب بس، لا المغرب وقاره افريقيا، ورسميا كانت مصر والمغرب فعلا هم اللي بيمثلوا قاره افريقيا في كاس العالم. لكن الحمد لله ربنا ياتي دايما بالخير، وحال وجودهم مجرد بس حاجات لوجستيه، اجراءات في ورقيه وعشان خاطر كوفيد وحاجات كده اهوت، مش تاثير من اي حد منهم. احنا بنشكرهم جدا، وبنشكر طبعا اخونا الكبير الرجل العظيم ما شاء الله عليه، اخونا شيف كمال رحال رئيس الفدراليه المغربيه لفنون الطبخ، وهو كان قائم طبعا على الفريق، وما شاء الله عليه هو اللي يعني فتح الباب لقاره افريقيا للوصول لكاس العالم، مش للباستري بس، انا بتكلم في فنون المطبخ بشكل عام يعني. اجتهد ما شاء الله عليه وعمل اقصى ما في وسعه، لكن اقدار الله كانت هي النافذه. وباذن الله احنا رايحين دلوقتي على ليون، وهنسجل كل التفاصيل اللي موجوده في كاس العالم مع فريق منتخب مصر، اللي هو اصبح دلوقتي الفريق الوحيد يعتبر العربي الافريقي اللي بيمثل قاره افريقيا في كاس العالم.
دعواتكم بالتوفيق، وان شاء الله هيبقى في تقارير قويه جدا مميزه باذنك يا رب حين العوده للقاهره، بتشرح كل التفاصيل من اول الرحله لغايه اخرها. دعواتكم بالتوفيق، والف تحيه الف تحيه لاخواتنا المغاربه، وهم اكنهم موجودين بالظبط، والف تحيه لاخونا انا مش عارف اقول عليه مغربي ولا مصري، لان هو بصراحه كده ميكس يعني. طبعا اخونا الكبير انا مسميه عمده الطيار المغاربه، اخونا الشيخ عاطف عزيز، على وقفته معانا وعلى جهده وعلى تعبه، وقد ايه يعني انا مش هينفع كلام هيكون فيه مجروح، لكن هيتعمل برومو خاص لكل التفاصيل ديت. الف تحيه وشكر ليه. وبالمناسبه هو اللي بيصورني دلوقتي البرومو اللي انتوا هتشوفوه دوت بعد كده، وربنا يجازيه عنا كل خير، وحبه للمغرب وحبه للرايه المغربيه فوق كل وصف، فوق كل تصور، بامانه شديده يعني. تفاصيل صغيره كتيره لكن بتكون لوحه كبيره في الاخر. هنعرف حاجات كتيره جدا، انتظروني، وان شاء الله هنشوف تقارير مميزه جدا من كاس العالم بصري في ليون. الف تحيه. الرحله كانت طويله من القاهره لفرانكفورت لباريس لليون، وهنكمل مع بعض. صباح الفل. وصلنا محطة القطر اللي كان شكلها جميل جدا وأثري وعريق. شربنا قهوة وانتظرنا القطر وركبت القطر. صباح الخير. احنا دلوقتي اهوت ودي مشرفة القطار، المفروض بترشدنا عشان خاطر نطلع بقى ان شاء الله رايحين ليون ان شاء الله ان شاء الله كومبيتيشن في السيارة في ليون، وهي بقى بتعرفني فين بقى القطر وفين العربية والكرسي بتاعي فين كده اهوت. فشوفكم بخير ان شاء الله. People in Egypt. Comment? You talk with my friend in Egypt. Oui, but I don't speak Egyptian. No, French Ah or oui, English. bonjour. Bonjour de Paris. Oui, bonjour de Paris. Voilà, France et la Russie, c'est les meilleurs pays. Bon, Égypte aussi. وبالمناسبة وقتها حجزت تيكت مسافة تقريبا ساعتين ب100 يورو، واتجاه واحد بس من باريس لليون. يا صباح الفل. احنا دلوقتي في القطر السريع الفرنسي من فرنسا من باريس لليون. المفروض طبعا كل لابس كمامات هنا اهوت. انا هنا واقف في المنطقه اللي في النص اللي هي ما بين العربيتين. ادي كده العربيه اللي انا فيها، وادي في فوق سلم. القطر ده دورين، في فوق سلم يطلعك على الدور اللي فوق، وده الباب يعني. بس طبعا الشبوره مخليه يعني اهو كده. بصوا كده اهو، ادي يعني بانت شويه هي كده تمام. والناحيه الثانيه هنا عشان لو حد حب يقوم يعني يقف شويه يعني ما يزهقش من القعده، والموضوع معاه ظريف يعني. القطر حلو جميل يعني، بس قطر المانيا يعني برضو طبعا في درجات موجوده فيه يعني. ده واخدينه من باريس لليون. المسافه تقريبا ساعتين و10 دقائق او ساعتين و20 دقيقه افتكر، وحلو ظريف. وتضغط هنا اهوت طبعا على الباب اهو عشان خاطر تفتح كده، تشوف طبعا العربيه اللي ورانا كده اهو بيقفل لوحده بعد ما بيخلص الناس تعدي يعني. فبنشوف بقى فرق بين القطر السريع الالماني والقطر السريع الفرنسي، ونشوف الباقي اخبارهم. صباح الفل. Audio Jungle. احنا كده رايحين على نزلت من القطر ورايح ركبت الترام عشان ياخدني من القطر لاقرب محطه للاوتيل اللي هننزل فيه ان شاء الله في ليون. فيعني هو الترام بيبقى من فوق يعني زي ما احنا شايفين كده. وركبت المترو تاني لغاية ما وصلت أخيرا لفندق نوفوتيل. وصلنا الأوتيل نوفوتيل في ليون، مقر الفريق منتخب مصر. بصراحة كان طريق أي نعم مش طويل، بس كان بتمر بيا أفكار كتير.
هعرف اوصل مش هعرف، لما انزل هسأل مين وهروح ازاي، وتفاصيل كتيرة. وتخيلوا تيكت القطر اللي انا قطعته تيكت ب100 يورو بعد ما خلصت البطولة، وبعد ما انتهت التيكت دي وصل تمنها 10 يورو، يعني دفعت 10 أضعاف تمنها الأساسي عشان نقدر نوصل في ميعادنا المظبوط. وده مؤشر مهم جدا لحاجة مهمة جدا، إن المعرض اللي اتعمل والبطولة الطهوية اللي اتعملت أحيت انتعاش واقتصاد مدينة بحالها زي ليون. ليون في المعتاد محدش بيزورها كتير، وده مؤشر مهم لأهمية البطولات اللي من النوع دوت. أشوفكم بكل خير. في نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك. واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. مع خالص تحياتي وأشوفكم بكل خير. من أجمل الحاجات في هولندا وانت ماشي في شوارعها لازم تقابل محلات هدايا. محلات هدايا كتير جدا وفي كل مكان، وتقريبا كلهم بيبيعوا منتجات شبه بعض، وطبعا أشهرهم الحذاء الهولندي وزهور التيوليب يا صباح الورد، صباح الفل. هولندا أحلى ورد. والأسعار تقريبا كلها قريبة من بعض، مفيش تفاوت كبير ما بينهم، بس الأكيد إنك هتتبسط وإنت بس مجرد بتتفرج على المحلات والألوان الجميلة والمنتجات الهولندية اللي مفيش زيها في العالم كله. وطبعا محلات الجبنة برضو بتتقدم هدايا، لأنها تعتبر أشهر أجبان في أوروبا كلها الجبنة الهولندي وهدايا هولندا. محلات الهدايا والسوفونير في هولندا ملهاش عدد، في كل شارع تلاقي محل، ما بين المحل ومحل محل تاني. واجمل حاجه فيهم كل الحاجات التراثيه اللي مشهوره بيها هولندا هتلاقيها موجوده، واشهر حاجه حاجات الخزف والصيني والاحذيه بالاحجام الصغيره والتيوليب طبعا. تعالوا نشوف محلات الهدايا مين اللي بيدخلها واكتر حاجه مميزه موجوده فيها ايه. يا صباح الخير، يا صباح الفل. البط في هولندا ليه قدسية وليه أهمية فوق العادة. الحكومة والقانون
بيجرم اي حد ممكن يتعامل مع البط تحديدا في اي بحيره في اي قناه مائيه من الموجوده عندهم بشكل عنيف، والا بيكون في عقوبات شديده جدا جدا جدا، لدرجه ان هي بتوصل لو حد اجنبي او يعني مثلا مش من اهل البلد ممكن توصل كمان لترحيله او مغادرته للبلد. الموضوع فعلا مهم جدا، وفي ستورز كتيره مفتوحه كلها تماثيل والعاب وحاجات هدايا بس عشان البط. هي فعلا بلد البط. صباح الفل. هولندا، امستردام. يا صباح الفل. هنعمل جولة جديدة جدا ومميزة جدا من ساحة متحف اللوفر في فرنسا في باريس. الساحة لوحدها تعتبر متحف. هنشوف شغل جديد وتفاصيل كتيرة جدا. تابعوني. صباح الفل. يوم جديد وجولة جديدة متحف اللوفر فرنسا في باريس. متحف اللوفر الأشهر عالميا وفي أشهر اللوحات الموناليزا طبعا. بس يا ترى حد يعرف إنه كان أصلا قلعة حربية بناها الملك فيليب أغسطس سنة 1190، وبعدها اتحول لمقر حكم فرنسا، وآخر ملك فيه كان الملك لويس الرابع عشر، اللي ساب القصر القديم واتنقل للقصر الجديد للحكم اللي هو قصر فرساي سنة 1672. ومن وقتها طبعا كان مليان تحف وهدايا ملكية فخمة جدا موجودة من العالم كله. وبعد كده اتحول لمتحف اللوفر اللي اتفتح رسميا سنة 1793، ومن وقتها بقى أكبر مزار فني ثقافي في العالم كله. الفكرة بس إن الساحة بتاعته لوحدها تعتبر متحف، والأهرامات الزجاجية الشهيرة اللي احنا بنشوفها بنعرف ان احنا في ساحة متحف اللوفر دي عبارة عن بوابات للدخول للمتحف نفسه. وللأسف اليوم اللي احنا زورنا فيه المتحف كان مقفول عشان كان فيه أعمال ترميم وصيانة في بعض القاعات اللي فيه، فاكتفينا ان احنا نعمل جولة في الساحة بتاعته. ولعلمكم الساحة أصلا في ناس بتيجي مخصوص عشان تصور فيها وتقضي فيها وقت وتاخد فيها ذكريات جميلة جدا، وما بتخشش المتحف. بس فعلا هو متحف ممتاز ويستحق الزيارة. لو حد نازل باريس زوروا متحف اللوفر، وفيه جوه قسم مخصص للمصريات، يعني أكنك بالظبط نقلت جوه مصر الفرعونية القديمة. كل المتاحف موجودة هنا هو في فرنسا هتلاقي فيها حاجة فرعونية، بس اللوفر فيه حاجات كتيرة شوية. شوفوا متحف اللوفر واستمتعوا بوقتكم فيه. يا صباح الخير، يا صباح الفل. مين هيجي فرنسا او باريس ومش هيزور متحف اللوفر، او على الاقل مش هيتصور قدامه؟ اكبر متاحف العالم موجود في الخلفيه ورانا دلوقتي. هيكون في تقرير مميز جدا عن تفاصيل متحف اللوفر في باريس في فرنسا. ان شاء الله هنجتهد ان هو يكون مميز. تابعوني. صباح الفل. تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب.
ومتابعة على انستجرام وتيك توك، واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. مع خالص تحياتي وأشوفكم بكل خير. مدينة الدخلة بالصحراء المغربية، تقريبا بعيدة عن مدينة كازابلانكا بحوالي 2000 كيلو، يعني تقريبا يومين في الطريق لو طريق بري، وفي الطيارة تقريبا ساعتين. مدينة جميلة وهادية جدا، والطبيعة فيها فعلا حاجة في منتهى الروعة. الجبال مع البحر بيكونوا مشهد لا يمكن تنساه. الزوار والأجانب بيروحوها للاستجمام، وكمان فيها رياضيات مائية منتشرة هناك. وشفت فيها وانا هناك بطولة كأس أفريقيا للطهي، اللي عرفت ان فيها دول أفريقية كتير مشاركين في البطولة. وانك تسكن في قلب الجبل ده إحساس جميل وممتع فعلا. هتتبسطوا جدا لو حصل وزرتوها هناك. مدينة الدخلة في الصحراء المغربية تعتبر نموذج جميل لجمال الطبيعة الصحراوية مع البحر. قولولي رأيكم ايه، ومنتظر تعليقاتكم. مساء الخير، مساء الفل. هنشوف النهارده السياحه الصحراويه في مدينه الدخله في المملكه المغربيه، واحنا دلوقتي في منتجع بصراحه يعتبر فريد من نوعه، لانه كل اللي ورانا احنا شايفينه دوت الاكواخ الزرقاء دي منحوته في قلب الجبل. في حياه مختلفه خالص ولون جديد من الوان السياحه موجود هنا في مدينه الدخل والمكان اللي احنا فيه. ويلا بينا نشوف التفاصيل بتاعته. هنشوف البحر وهنشوف الصحراء وهنشوف الرياضات المائيه وهنشوف التراث وهنشوف الاكل المغربي اللي في مدينه الدخله. يلا بينا. نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك. واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. ساحة الفنا مراكش، سهرانة بالليل في أكبر ساحة للتجمع الفود تراك تقريبا في العالم. ساحة مسجد الفنا أكبر مكان تقدر تشوف فيه تجمع لعربيات أكل شعبي ومحلات عصير وحلقات للطرب والمزيكا والغنى والألعاب. المكان ده أثري يعتبر بقاله سنين طويلة جدا، وكمان تجمع ومقصد سياحي عالمي. مفيش حد ينزل المغرب في مراكش إلا لازم يزور ساحة الفنا، وهي أكتر بتشتغل بالليل وبتفضل سهرانة لغاية الصبح. ومن أهم زيارة لساحة الفنا إن أنت تتذوق أجمل الأكلات الشعبية هناك، وكمان بأسعار رخيصة جدا.
بجد كانت جولة ممتعة، وتقدر تطلع أي قهوة من اللي موجودة هناك في دور علوي وتتفرج على الساحة كلها من فوق، وانت قاعد كده بتشرب كوباية شاي مغربي، وتلاقي الأنوار شغالة في مشهد ممتع. والجميل كمان إن الناس كلها قاعدة جنب بعض، هتلاقي الأجانب من كل جنسيات العالم قاعدين مع أهل البلد، وكلهم قاعدين بياكلوا جنب بعض. بصراحة مشهد جميل وزيارة ممتعة. مساء النور. احنا فين النهارده؟ احنا في اكبر ساحه في شمال افريقيا، دي ساحه اكل شعبي مفتوح، ساحه الفنا في مراكش المغرب. هنشوف مساحات كتيره جدا اهوت في مراكش. معروف ان ساحه جامع الفنا من اكبر الساحات اللي موجوده، مفتوحه فيها اكتيفيتيز كتيره، فيها فود تراك شعبي جدا. الفكره بتاعت الفود تراك المتطوره اللي موجوده في امريكا وموجوده في اوروبا اللي احنا بنشوفها بدات من هنا، في اكبر سوق شعبي مفتوح للاكل. يلا بينا جوله مراكش جامع ساحه الفنا، يلا بينا. شايفين كده اهوت اكلات شعبيه المغربيه اللي موجوده، هنجربها وهنشوف حكايه حاج حسن الكيك زي ما احنا شايفين كده. عنده حاجات كده مميزه شبيهه بالحاجات عندنا في مصر، تعالوا نجربها ونشوف اخبارها ايه.
في نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب. جبال أغادير، جميل تجربة ركوب التلفريك في أغادير، متعلق بين الجبال وبتشوف المدينة كلها من فوق الجبل. الأجمل إن فوق كانت أغادير القديمة والمكان استغل وبقى مكان سياحي راقي وجميل جدا، ومشروع التلفريك زود جماله أكتر وجذب ليه سياح كتير، والمشهد من فوق تحفة والمكان آمن جدا. فعلا اللي موجود في المغرب في مدينة أغادير لازم يجربه، هيتبسط جدا. التجربة فعلا ممتعة واستمتعنا بيها، وياريت اللي جربها يقول لنا رأيه فيها ايه. بصوا يا جماعه احنا فين النهارده؟ احنا في دانيا لاند. المكان ده مفتوح بقاله شهرين بس في منطقه اغادير في المملكه المغربيه. زي ما احنا شايفين كده في تلفريك بنركب فيه وبنطلع فيه على الجبل من فوق، بنشوف المكان من فوق وفي تفاصيل كتيره فوق، وفي قلعه قديمه موجوده زمان برضو هنكتشفها فوق ونعرف التفاصيل بتاعتها. تعالوا بقى بينا عشان خاطر نشوف ايه الموجود فوق. تعالوا. هو شكله جديد اصلا، يعني شكله كله جديد. دلوقتي احنا في الهوا، احنا دلوقتي بين جبلين في مدينه اغادير الجميله، وطبعا في المملكه المغربيه. راكبين دلوقتي تلفريك زي ما احنا شايفين كده، وطالعين بيه عشان نشوف مدينه القديمه في اغادير. هي كان ليها تاريخ وليها هيستوري كده، ان شاء الله هنشوفه وهنكتشفه مع بعض فوق. والمكان ده مفتوح بس بقاله شهرين. بص يا اخوان، يعني المكان بصراحه تحفه يعني. طلعنا فوق قمة أغادير بعد ما خلصنا الجولة بتاعت التلفريك وجبنا لغاية هنا. المكان بصراحة يا جماعة تحفة. انت شايف تقريبا كل مينا أغادير من المكان هنا من فوق. زي ما احنا قلنا هو كان قلعة قديمة هنشوفها دلوقتي مع بعض، وفي جزء منها استحدثوه وعملوا فيه المشروع الجديد اللي هو تطلع بالتلفريك من تحت لفوق. المنظر زي ما احنا شايفين كده بصراحة يعني ممتع رائع يعني. وانا بصراحه بنصح اي حد يشوفنا دلوقتي لو حصل ان شاء الله وفي زياره المغرب في أغادير ضروري تيجي تزور المكان هنا، هيعجبك جدا. يلا بينا. طوب متعشق في خشب، شكله جميل جدا يا اخوان، يعني بجد شكله ممتع.
في نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب.